السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب من كل مكان. احنا مكملين مع بعض الكورس بتاعنا. كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن الباور المركب بصورة عامة. النهاردة هنشوف الدوائر بتاعتها ازاي مرتبطة ببعض وآلية تشغيلها. طبعا أي باور مركب بيبقى ليه دخل، ودخل أي بوردة إلكترونية. هرسمها لكم عشان تبقى الصورة أوضح. اي بوردة النهارده بيبقى فيه مدخل التيار اللي هو عن طريق الفيشه، والمسار بيمشي عندنا على فيوز. لازم يبقى فيه فيوز في الكارتة، بيبقى مدور زي كده او بيجي بشكل زجاجي زي هنا كده. بيبقى موجود طبعا في العلبة البلاستيك دي اهو. هو بيجي مقاومة فيوزية. احنا عندنا هنا الفيوز اللي هو المدور، والفيوز طبعا بترمز ليه على البوردة بحرف الاف، والمسار بيمشي معانا بيروح هنا على المكون ده. المكون دوت بيبقى عبارة عن ايه؟ دي بتبقى مقاومة حرارية. بيبقى الكود بتاعها بيبقى تي اتش، بيبقى مكتوب على البوردة من هنا. معرفش هي واضحة ليكم ولا لأ. اختصار كلمة سيرمو ان هي مقاومة حرارية، يعني ان تي سي. والمسار بيمشي معانا. بعد كده في مكون ثالث هنا، ده بيبقى عبارة عن فيروستور، والفيروستور بيبقى متوصل بين المسارين بتوع التيار. طب وظيفته ايه الفيروستور؟ ان لما الفولت بيعلى في مدخل التيار بيعمل شورت، يقطع لنا الفيوز ويفصل بقية الجهد عن الدايرة كلها. والمقاومة الحرارية من اسمها يعني لما بتزيد درجة الحرارة في منطقة الدخل بيحصل فيها زي عملية اوبن، بتفصل التيار برضو عن باقي الجهاز عشان ما يحصلش اي ضرر ليه. وبعد كده المسار ماشي عندنا على مكثف بلاستيك هنا. وبعد كده في ملف، في مكثف بلاستيكي تاني، وبعديه ملف. المكثفات البلاستيكية والملفات دي لإزالة الشوشرة والترددات يعني الغير مرغوب فيها. الفيروستور هنا حرف الفي، وده المكثف الرمز بتاعه بيبقى سي، والملف بيبقى الرمز بتاعه حرف ال. بعد ما الفولت بيخرج لنا من آخر ملفين دول، بيطلع عندنا على مرحلة التوحيد عن طريق الأنطرة أو البريدج دايود. والبريدج بيبقى فيه شطفة كده من الجنب زي دي كده، دي اللي بتدل على القطب الموجب، والناحية التانية هنا القطب السالب. يبقى الناحية اللي هي فيها الشطفة دي بيبقى القطب الموجب، وهنا كده القطب السالب. والطرفين بتوع خط الاي سي بيبقوا داخلين على الرجلين اللي هم في النص بتوع البريدج. والناحية اللي فيها الشطفة دي بيبقى خلاص ده كده طلع منه القطب الموجب، التيار كده اتوحد. وهنا القطب السالب، وعندنا هنا كده المكثف الكبير. ده اللي بيبقى عليه 300 فولت. كده احنا عندنا الدخل ابتداء من الفيشة لحد المكثف الكبير. طبعا المكونات دي كلها ما بتبقاش موجودة في كل البرد، بيبقى على حسب الشركة المصنعة. في برد رخيصة ما بيحطليش المكونات دي كلها، بيبقى مكونات الحماية عليها بتبقى قليلة. زي هنا كده عندنا هنا مدخل التيار ومعدي على الفيوز وملف، بعد كده الاربع ديودات والمكثف. مفيش طبعا المكونات دي كلها. دلوقتي احنا الفولت معانا هنا بقى 300 فولت على المكثف الكبير. طيب الفولت ده بيتوزع على الدوائر هنا ازاي، وآلية تشغيلهم بتبقى ازاي؟
هرسم لكم رسم توضيحي كده لكل دايره. احنا هنا عندنا 3 محولات، هنرسم 3 دوائر كده مع بعض بصوره سهله وبسيطه. انا عايز ابسط لك الموضوع عشان ما يبقاش الموضوع صعب عليك. دي 3 دوائر اللي هما 3 محولات، وعندنا هنا ده هيبقى كارت الداتا، وهنا السوكت اللي متوصل بين كارت الباور وكارت الداتا. وطبعا اي دايره في الدنيا بتتكون من ايه؟ من محول الشوبر، وبيبقى فيه المكثف الصغير اللي هو بيبقى 47/50، ده بيبقى عليه من 15 ل 19 فولت. وبيبقى عندنا قيسية تقطيع، ويبقى عندنا مسفت، وبيبقى عندنا فوتوكابلر، وفي مرحلة الخرج بيبقى عندنا طبعا كل دايرة بيبقى ليها ديود في الخرج، لأن انتوا عارفين ان الفولت بيطلع من المحول AC، لازم يبقى فيه ديود يوحد لنا التيار يرجعه لنا DC تاني. دي أول دايرة عندنا، هتبقى دي الدايرة الرئيسية، ودي دايرة فرعية، ودي برضو دايرة فرعية. عايز ابسط لك بس الموضوع بحيث ان انت تفهم الدنيا ماشية ازاي. الدايرة الرئيسية طبعا اول ما بحط الفيشة اوتوماتيك الفولت بتاعها بيطلع اللي هو ال5 فولت الستاند باي. طب ازاي بتشتغل الدايرة؟ ب 300 فولت هنا بتطلع معانا، بتمشي معانا على المحول، وبتطلع من المحول بتخش على مسفت التقطيع، ونفس 300 فولت بيروح على المحول التاني برضو على ايسات تقطيع، والدايرة التالتة برضو 300 فولت على المحول، وبيخرجوا من المحول يروحوا على ايسات تقطيع، يبقى هنا كده 300 فولت. وعندنا هنا المكثف الصغير ال 47/50 بيبقى عليه 15 فولت اللي هو VCC، بيطلعوا يدوا التغذية لأيسية التقطيع، وأيسية التقطيع بدوره بيبعت نبضة لمسفت التقطيع بيقطع الفولت على المحول يخرج لنا ال5 فولت اللي الستاند باي. وطبعا الفوتوكابلر هنا طبعا احنا كنا شرحنا وظيفته ايه. بياخد ال5 فولت، بيبعت اشاره لاي سي الباور،
بيثبت التقطيع على الفولت اللي مظبوط عليه الدايره، اللي هو ال5 فولت، ما يبقاش لا عالي ولا ناقص. ال5 فولت دول بيطلعوا لنا، بيروحوا هنا على كارت الداتا، بتنور معانا لوندة الستاند باي. طيب الدايرتين دول رغم ان في 300 فولت على المحول وعلى ديرين الموسفيت، بس الدايرتين دول مش شغلوش ليه؟ هو ده بقى الباور المركب، هو ده موضوع المحاضرة بتاعتنا النهاردة. الدايرتين دول بيبقى فيهم زيادة عن الدايرة الرئيسية، انه بيبقى فيها مفتاح. المفتاح ده بيبقى عبارة عن ترانزستور. طب الترانزستور ده وظيفته ايه او بتوصل ازاي؟ عندنا جهة الفي سي سي اللي هو ال 15 فولت، اللي هو جهة التغذية اللي بيغذي اي 6 تقطيع، بيطلع من المكثف الصغير هنا، بيروح معانا على الكوليكتور بتاع الترانزستور، ونفس المسار برضو ماشي، بيروح معانا على الكوليكتور بتاع الترانزستور، ومكثف الفي سي سي متوصل على الاميتر. برضو الدايرة التانية مكثف الفي سي سي متوصل هنا على الاميتر. لحد دلوقتي برضو الدايرة لسه ما عرفناش هتشتغل ازاي. فولت الستاند باي لما بيروح هنا كارت الداتا، بتطلع اشارة من كارت الداتا عن طريق المعالج. اول ما بنضغط على الريموت او بنتك على زرار الباور، بتطلع لنا اشارة. الاشارة ديت اشارة الباور اون. طب الاشارة دي بتروح فين؟ الاشارة ديت بتروح على طرف الفوتوكابلر هنا في دوائر الباور المركب. الفوتوكابلر الاساسي اللي هو بتاع دايرة ال5 فولت ستاند باي، وظيفته اللي هي الوظيفة الطبيعية اللي احنا شرحناها من شوية. في الدوائر الفرعية ما بيقومش بنفس الوظيفة، هو هنا بينقل إشارة. الإشارة اللي جاية من الباور اون بتروح للفوتوكابلر. الفوتوكابلر هنا بيبعت إشارة أو نبضة للبيز بتاع الترانزستور، يفتح السكة بين الكوليكتور والأميتر. فولت الفي سي سي اللي هو ال 15 فولت اللي خارج لنا من المكثف الصغير تحت، يجي هنا على المكثف الصغير في الدايرة الفرعية اللي فوق، يروح معانا يغذي اي سي الباور. اي سي التقطيع بدوره بيبعت نبضة للموسفيت، يقطع الفولت على المحول، يخرج لنا 400 فولت. 400 فولت دول بيمشوا معانا، بيرجعوا تاني على المكثف ايه كبير، يرفع لنا 300 فولت ل 400 فولت. وبنفس الطريقة نفس الإشارة اللي هي الباور اون بتروح للفوتوكابلر التاني. الفوتوكابلر بيبعت إشارة أو نبضة للبيز بتاع الترانزستور، بيفتح السكة بين الكوليكتور والأميتر. ال 15 فولت بيبقوا على المكثف، يبعت التغذية لأي 6 تقطيع. أي 6 تقطيع يبعت نبضة للجيت بتاع مصفة التقطيع، يقطع الفولت على المحول. المحول يخرج لنا ال 12 فولت وال 24 فولت. هي دي آلية تشغيل الباور المركب. الدنيا سهلة، الدنيا مش صعبة. ووريكم ده بطريقة برضو، يعني ده الطريقة النظرية، هنشوفه مع بعض كده على الطريقة العملية. هنا ده 3 دوائر ب3 محولات. ادي ال3 محولات عندنا هم، وعندنا هنا 3 مكثفات في سي سي. ادي 1 2 3، وعندنا هنا 1 2 3 ايسات تقطيع. ادي 1، وادي التاني، وادي التالت اهو الصغير اللي هو 6 رجول ده. وعندنا هنا دي 1 2 3 مسفتات. ادي مسفت، وادي التاني، وادي التالت. هو في هنا مسفتين. المسفت التاني ده هبقى اقول لكم وظيفته يعني في الفيديوهات الجايه، هو مش موضوعنا بس دلوقتي.
ادي عندنا الثلاث مسفتات، وعندنا هنا ادي 1 2 3 فوتو كابلر اهو، 1 2 ادي 3 فوتو كابلر، والاثنين ترانزستور اللي هم المفتاح بتوع الدايرتين الفرعيه، الاثنين ترانزستور اهم، واحد اهو واحد اهو. لو تركز معايا كده اهو، الترانزستور ليه مسار ماشي نازل اهو، ومعدي على مقاومه ورايح على المكثف الصغير اهي، مقاومه اهي، المكثف الصغير اهو، والترانزستور التاني ماشي معانا كده على المكثف الصغير جنبيه على طول اهو اهو. دي دايرة الباور المركب ببساطة. الموضوع يعني مش صعب، وركز معايا في اللي جاي، لان اللي جاي ده يعني اهم من اللي فات ده كله. طبعا احنا موضوعنا النهارده الباور المركب، شرحنا الدوائر بتاعته، آلية تشغيلها عاملة ازاي. دلوقتي عايزين نشرح الأعطال اللي ممكن تجيلك في الباور، اللي من خلالها تعرف المشكلة فين. أول عطل معانا لما يجيلك، انت دلوقتي وصلت فيشة الباور، لقيت لاندة الستاند باي دي بترعش، بتقيد وتطفي معاك. طب في حالة زي ديت بيبقى المشكلة في ايه؟ طالما الليد الستاند باي اول ما بتوصل الباور بيرعش معاك، في الحالة دي هتلاقي المشكلة في مكثف الخارج. لا اسف، مش هنا، مكثف خارج ال5 فولت، يعني طبعا بعد كل ديود بيبقى فيه مكثف خارج. المشكلة يا اما هتلاقي في مكثف الخارج بتاع ال5 فولت، يا هتلاقي المشكلة عندك في مكثف الفي سي سي ال15 فولت اللي هو ال47 على 50، يا اما هتلاقي المشكلة في المكثف الكبير ال 300 فولت. والاغلبيه بتيجي في المكثف الفي سي سي اللي هو ال 15 فولت، يعني بنسبه 80% بتبقى من المكثف ده. طيب انا لاندة الستاند باي دلوقتي انا وصلت الجهاز ولقيت الليد شغال لكن الجهاز ما بيفتحش. طيب انا دلوقتي بفصل الكابل بتاع الداتا اللي هو من بوردة الباور هنا لكارت الداتا، انا بفصل الكابل ده خالص، وبعمل قفله بين او شورت بين اشاره الباور اون وال5 فولت، بوصلهم ببعض. في الحاله ديت بقيس على الديود ال12 الخارج 12 وخارج ال24، بقيس بالافو بتاعي. طب لقيت الخارج موجود، يبقى كده بوردة الداتا بوردة الباور عندي كده سليمه ما فيهاش مشكله. كده هنرجع لبوردة الداتا يبقى المشكله فيها، وده بيبقى في حالتين. الحاله الاولى يا اما في مشكله في السوفت وير، بتشحن سوفت وير للبورده، الجهاز اوقات بيشتغل معاك ما اشتغلش معاك، بيبقى المشكله في المعالج بتاعه، والمشكله بتبقى في كارتة الداتا، في اشاره الباور اون اصلا ما بتطلعش من كارتة الداتا، هو ده اللي بيبقى معطل الجهاز. يعني انا اوصل الجهاز اديله باور طبيعي عادي، الاقي الستاند باي منور، ال5 فولت واصلين، بس اشاره الباور اون دي مش خارجه، واشاره الباور اون ديت ما بتخرجش الا في حالتين، يا اما في مشكله في السوفت وير بتاع الجهاز، ساعتها بشحن الفلاشه بتاعته بلاقي الجهاز بيشتغل طبيعي ما فيهوش اي مشكله. والحاله الثانيه ان بيكون في مشكله في المعالج نفسه، المعالج نفسه هو اللي فيه المشكله، وفي حاله زي دي طبعا احنا بنغير كارت الداتا. دي طبعا تاني عطل ممكن يجي معاك. تالت عطل ان الليد هيجي لك اوقات طفي خالص، ولما يجي لك الليد طفي خالص ده بيبقى ليه طبعا برضو كذا حاله. هتفرق معاك طبعا من بوردة سمارت او بوردة عاديه. لو هي بوردة سمارت اوقات كتير برضو بتبقى المشكله بسبب السوفت وير، بيبقى البوردة ذات نفسها فقدت البوت او منطقه البوت في السوفت وير، ان هو ما بيخليش الجهاز يوصل لمرحله الاقلاع. والمرحله الثانيه ان لو في بورده عاديه هتلاقي المشكله عندك في كارت الباور هنا، تلاقي الكارت سليم وكارت الباور هنا مش مخرج فولتيات على ديودات الخارج. طيب احنا عايزين نعرف المشكله عندنا من كارت الداتا ولا من كارت الباور. هنعمل ايه؟ هنفك الفيشه بتاعه الكارت دي خالص، وهنعمل شورت بين نبضة الباور اون والستاند باي. المفروض نحط المجس بتاع المالتيمتر بتاعنا على خارج ال 12 فولت ولا 24 فولت، لقيناهم خارجين تمام، يبقى المشكلة عندنا فين؟ في كارت الداتا. الحاجة التانية لما بنوصل كابل الباور والليد عندنا هنا مش شغال، بنقيس الخارج على ال 24 وال 12 ما لقيناش خارج.
ساعتها انا بفصل الباور عن الجهاز خالص، وبجيب المالتيميتر على وضع الصفاره، وبقيس على الديوتات اشوف فيهم عليهم شورت ولا لا. طيب انا لقيت على الديوتين شورت الخارج بتوع ال 12 وال 24، بفصل كابل الداتا، وبعد ما افصل كابل الداتا بقيس برضو نفس الوضع على وضع الصفاره على الديوتات الخارج. لو لقيت ما عليهمش شورت يبقى المشكله عندي في كارت الداتا. هتلاقي فيه موسفيت، هتلاقي فيه ترانزستور، فيه اي سي على كارت الداتا هو اللي عامل شورت وعامل كتمه على كارتة الباور. دي 3 عطل من الاعطال بتاعت كارت الباور المركب. ازاي نحكم اذا كانت المشكله فيه او المشكله في كارت الداتا؟ بعد كده هيجي لك طبعا الليد طافي، وهتيجي تقيس هنا على الخارج مش هتلاقي فيه خارج. تفصل كابل الداتا بتاع بوردة الداتا، وتعمل برضو شورت بين الباور اون وال5 فولت، وتيجي تقيس برضو على الخارج هنا مش هتلاقي برضو 12 فولت ولا 24. هتقيس على وضع الصفارة على ديوتات الخارج مش هتلاقي عليهم في شورت. يبقى كده احنا عندنا منطقة الخارج كلها مفيش فيها اي مشكلة. المشكلة عندنا كلها تبقى في منطقة الدخل اللي هي الخاصة بالثلاث محولات. طيب منطقة الدخل دي بتبقى عبارة عن ايه او هبتدي منين فيها؟ طبعا انا هبتدي من مرحلة دخول التيار من اول الدايرة عندنا هنا. اول مرحلة الدخل هنا بيبقى فيه فيوز، ببص على الفيوز دوت، لقيت الفيوز ده فيه قطع. طيب الفيوز ده دلوقتي ما بيقطعش الا اذا كان فيه مشكلة في الكارتة. نادرا يعني ما بيحصل فيه مشكلة في الفيوز. يعني انا كل مثلا 100 بورد اصلحها الاقي فيوز ضارب لوحده من غير ما يكون في اي مشكله في الجهاز. قليل يعني ما بيضرب لوحده، لازم في مكون عامل فيه قطع. طيب ايه المكونات اللي ممكن تقطع لي الفيوز؟ انا ما الاقيش مثلا الفيوز في قطع اروح اغيره، لا طبعا لازم تتاكد من الدايره قبل ما تغير الفيوز. اول حاجه طبعا ببص عليها الفيروستور ان انا ما الاقيش عليه شورت. لقيت في شورت على الفيروستور افصله من الدايره. البورده برضو ممكن تشتغل من غيره، بس طبعا انا ما انصحش بكده، لازم برضو نركب فيروستور عشان ده عنصر من عناصر الامان ما ينفعش تلغيه. هتبص على المقاومه الحراريه لازم تقيس بين اطرافها، ما يبقاش فيها اوبن، عشان لو فيها اوبن طبعا هيبقى درجه حرارتها ارتفعت في منطقه الدخل. حصل فيها اوبن طبعا قطعت الفولت عن بقيه الدايره. طيب انا لقيت المقاومه هنا سليمه والفيروستور هنا سليم. ايه تاني اللي ممكن يعمل لي مشكله في الفيوز ان هو يقطعه؟ البريدج، الدايود بتاعنا اللي هنا طبعا لو حصل فيه شورت يقطع لنا الفيوز. ايه تاني حاجه اللي هي ممكن تعمل لنا مشكله في الفيوز بتاعنا؟ كل المكونات اللي على خط ال 300 فولت دي طبعا اللي احنا بنتست عليها. بنشوف مسفتات التقطيع، بنجيبها على وضع الصفاره ونقيس على المسفتات دي كلها، بنشوف اذا كان عليها شورت ولا لا. وفي الاغلب بيحصل المشكله عندنا في اول دايره اللي هي دايره ال5 فولت اللي هي دايره الستاند باي بمعنى اصح. الموسفيت ده لو لقينا عليه شورت بنفصل طبعا الموسفيت من الدايره وبنيجي نقيس مكانه نشوف هل الشورت لسه موجود ولا لا. لقينا الشورت لسه موجود طبعا بننتقل للموسفيتين التانيين. طيب انا خلعت ده ولقيت الشورت اتزال خلاص، ما عادش فيه شورت على الارضيه مكان ما انا رفعت الاي سي. بتغير الاي سي، بتغير الموسفيت عفوا بنفس الرقم او بنفس الفولت او بنفس الامبير، بس يكون نفس القدره يعني عشان خاطر ما يتحرقش لو ركبت واحد الجهد بتاعه اقل او الامبير بتاعه اقل. وطبعا ده بنعرفه من الداتا شيت، هبقى اشرح لكم ده في المحاضرات الجايه. طيب انا هنا ممكن الاقي شورت على موسفيت التقطيع وما الاقيش الشورت هنا على المكثف الكبير، رغم ان المكثف 300 فولت واصلين على الموسفيت هنا. الاقي على الموسفيت شورت وما فيش على المكثف الكبير شورت، وده بيبقى السبب ان رجل السورس بتاعه الموسفيت بتبقى متوصله بمقاومه على ارض المكثف الكبير. طبعا لما بيحصل شورت المقاومه دي بتفصل السورس بتاع الموسفيت عن المكثف الكبير، فبالتالي هتلاقي هنا شورت، مش هتلاقي على المكثف الكبير هنا شورت. وطبعا قليل لما اي سي الباور هنا بيحصل فيه شورت من تلقاء نفسه. الشورت بيحصل فيه لما بيحصل في الموسفيت نفسه، خصوصا لما الشورت بيحصل بين الدرين وبين الجيت، لان الجيت بيبقى متوصل على اي سي الباور هنا، واوقات بيجي اي سي الباور مدمج معاه موسفيت التقطيع، الاتنين بيبقوا في باكج واحد. هتلاقي الجزء بتاع الموسفيت التقطيع الداخلي هو اللي فيه مشكله،
وده بيبقى في الاي سيهات اللي مدموج معاها المصفى الداخليه، واوقات بيحصل في حاجه اسمه الاس تي اير، واوقات بيجي طبعا في لما يكون ايسيل باور مدمج مع المصفى الداخلي، بتلاقي الجزء بتاع المصفى الداخلي هو اللي فيه مشكله، عمل شورت في الاي سي، حرق لنا طبعا الفيوز. بعد ما بنزيل طبعا العنصر المسؤول عن الشورت اللي حصل في الفيوز وبنغيره او بنركب بديل ليه، وتركب الفيوز بتاعك، البورده هتشتغل معاك تمام. طيب انا اوقات دلوقتي ان انا افتح كارتة الباور كده وافكها، اجي ابص الاقي الكارتة كلها تمام، مفيش اي مشكله خالص، والدنيا يعني مفيش اي عنصر باين عليه بالعين المجرده ان هو محروق او ان هو باين عليه التلف يعني. والجهاز مش شغال معايا، وال 12 طالعين وال 24 فولت طالعين وليد الباور منور، واجي اشغل الجهاز الاقيه واقف على ليد الستاند باي، او يا اما الاقيه ان هو يغير من اللون الاحمر للون مثلا الاخضر على حسب لون الليد بتاع الجهاز اللي عندك، والجهاز ما يشتغلش وما يفتحش برضه، او يقوم نص قومه ويطفي تاني رغم ان الجهود هنا خارجه كلها. لو جيت قست على المكثف الكبير في وضع التشغيل، يعني اول ما بتدي نبضه من الريموت قيس على المكثف الكبير، ما لقيتش عليه ال 400 فولت، يبقى دايره رفع القدره، لان دي كده دي دايره رفع القدره. في الحاله دي يبقى دايره رفع القدره دي مش شغاله، ما رفعتش الجهد على المكثف الكبير، وبالتالي الجهاز طبعا مش هيشتغل بالوات بتاعه اللي يشغل لنا كارت الداتا ويشغل لنا الليدات او كارت الشاشه لمبات او الى اخره. طبعا يبقى في هنا مشكله عندنا في دايره رفع القدره. هنا هتلاقي المشكله عندك مثلا يا اما في الاي سي، واحتمال كبير قوي بتبقى المشكله في الاي سي نفسه، بيبقى حصل فيه ديمج جوه او فيه تلف، بتغيره بنفس الرقم برضو بيشتغل معاك المكثف الكبير، بيطلع عليه 400 فولت. طب انا ما عنديش نفس الاي سي، مش متوفر عندي مثلا في كارته، وبيبقى قليل لما تلاقي مثلا الاي سي ده متوفر عندك، في حالات كتير يعني بتحصل، بنجيب كارتة باور شغاله يكون فيها برضو دايرة معامل رفع القدرة، وبنوصل المكثف الكبير بتاع البوردة التانية بالمكثف الكبير هنا، بحيث يبقى المكثف الكبير هنا عليه 400 فولت كده، يبقى احنا بنعوض الدايرة ديت بتاعت رفع القدرة. بس طبعا بعد ما بنشيل الاي سي التقطيع وبنشيل المصل بتاع الدايرة، الجهاز هيشتغل معاك كويس ومش هيحصل فيه اي مشكلة. ده حل من الحلول البديلة اللي احنا بنعملها يعني. ودي طبعا باختصار معظم الاعطال اللي هتجيلك في الباور المركب، ودي ببساطة يعني تركيبة الباور المركب وطريقة آلية تشغيله والاعطال اللي هي ممكن تجيلك منه. يا رب نكون استفدنا من الحلقة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.